الاسم ميساء باتي. الاسم الحركي شيلان كوباني. الأب شيخ محمد. الأم فاطمة. مكان وتاريخ الولادة كوباني 1971. المستوى التعليمي المرحلة الإعدادية. تاريخ الانضمام 1988. مكان وتاريخ الاستشهاد الموصل 29/11/2004. تعرفت على الحزب وهي لم تكن قد بلغت من عمرها 10 سنوات بعد، عند قدوم الرحيل الأول لحزب العمال الكردستاني من تركيا إلى سوريا في الثمانينات من القرن الماضي، حيث كانت تقدم لهم الخدمات من جلب الطعام وغيرها. وهي ما تزال صغيرة كانت تقوم بتدريس الأطفال باللغة الكردية مقابل أجر بسيط تتبرع بها للحزب. امتدحها الرفيق جمال كثيرا لارتباطها الشديد بأفكارها وثقافة الحزب. ذهبت إلى لبنان وبقيت هناك مدة شهرين، وعند عودتها ألقي القبض عليها من قبل السلطات السورية، وبقيت في السجن مع والدها مدة 4 أيام. وعندما لم يثبت عليها أي تهمة لشجاعتها أخلي سبيلها وسبيل والدها، ولما أصبحت في الصف التاسع عادت إلى لبنان ومكثت هناك مدة. وعند مجيء الرفيق جيان شقيق الشهيد محمد خيري دورموش إلى سوريا، طلبت منها مرافقتها لتيسير الفعاليات الحزبية في مدينة حلب، وخاصة البيوت المجاورة لبيتها. بعد مدة ذهبت مرة آخرة إلى لبنان، وذلك أثناء العطلة الانتصافية، وبقيت هناك مدة 6 أشهر. وذات مرة طلبها القائد آبو لمقابلتها شيلان، ولكنها قامت بإخفاء كافة الوثائق والأوراق الخاصة بالحزب، وبقيت في السجون السورية في دمشق مدة شهرين، حيث أفرج عنها ثم ذهبت إلى لبنان، وبقيت مدة 1.5 سنة. عادت إلى بيتها في حلب وقامت بشراء الحاجات والملتزمات، وتوجهت إلى ساحة الوطن بحماس واندفاع شديدين. مجتمع الشهداء هو المجتمع العظيم، والذي يتكون من الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وبأغلى ما يملكون دون تردد في سبيل الوصول إلى الحرية والاستقلال. نامر شاهد نامر شاهد نامر.